حابب اشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره واقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان السبب في اللي احنا فيه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من وصل الاهلي لكده. هتقول لي فيه، اقول لك انا في ايه. زد بتلعب نهائي كاس مصر امبارح وبتكسب الكاس وانا خارج من المصرية للاتصالات وقاعد بتفرج من البيت. الزمالك بيلعب نهائي الكونفدرالية ومتصدر الدوري والجولة اللي جاية آخر جولة اللي هو الطبيعي. أنا حاسم الدوري، المفروض الأهلي أنا كأهلي حاسم الدوري، والجولة اللي جاية ديت اللي هي آخر جولة أنا بروح يا باشا احتفالاته مع الجمهور واللعيبة بتفرح وبتاع. عندك بعد كام يوم نهائي دوري أبطال أفريقيا هتفرج عليه وأنا قاعد في البيت. إيه اللي وصلنا لكده؟ الواحد بيتكلم عشان مقهور. الواحد والله زي من كام شهر برضه نفس القهرة ديت لما بقى قاعد فاتح التلفزيون بتفرج على بيراميدز بيلعب انتر كونتيننتال وانا قاعد في البيت. ليه كل دوت؟ عمرنا ما وصلنا لكده. عمر الاهلي هتلاقي سنه من السنين على مدار التاريخ سنه واحده حصل فيها كل ده. انا على ما اتذكره او على ما حضرتش ما شفتش حاجه زي كده. ان انا ابقى متصدر دوري قبل اخر جوله، لا خارج من افريقيا، خارج من كاس مصر من المصرية للاتصالات فرقه درجه تانية، قاعد بتفرج في البيت. يا باشا احنا زعلانين، احنا المفروض نشكرهم. صدقني المفروض نشكرهم. لا تعب اعصاب يا باشا ولا توتر ولا منتظر حاجه. انا قاعد في البيت يا باشا بتفرج. الزمالك بيلعب، جاي لك الكونفدراليه، جاي لك يا زمالك، اصبر نخلص النقطه ديت. قاعد يا باشا بتفرج على نهائي الكونفدراليه الزمالك. اقلب تاني يوم بيراميدز بيلعب نهائي الكاس. بعد كام يوم هاجي اقلب برضه الاقي نهائي دوري ابطال افريقيا. هوب بعد كده هتلاقي السوبر، بطل الدوري وبطل الكاس. الله اعلم هيلعبوه بقى زي ما بيلعبوه. يقول لك الكارت الذهبي، اللي هيلعب بالكارت الذهبي. انت لما تلعب في السوبر تلعب بالكارت الذهبي. الله اعلم السنه الجايه هلعب دوري ابطال ولا هلعب كونفدراليه. فانا زعلان ليه يا باشا؟ انا المفروض احنا الاداره مريحه لنا دماغنا. الاداره بتقول لك يا باشا ما تزعلش نفسك، ما توترش نفسك. حسبي الله ونعم الوكيل اللي وصلنا للي احنا فيه دوت. الزمالك خسر في الكونفدراليه من اتحاد العاصمه. الحقوا بالحكام المصريين يا جدعان، الحقوا الزمالك بالحكام المصريين. شفت الواد بزيرة لف التراك كله يحتفل وهوب خد الخازوق يا حبيبي. المشكلة ان قسما بالله الفرقتين سواء الزمالك او اتحاد العاصمة على الله ان شاء الله، واللي اتفرج على الماتش يعرف اللي انا بقول لك عليه دوت. الاتنين مفيش كورة. اتحاد العاصمة ده شايف المركز ال 14 ولا ال 13 في الدوري الجزائري. يعني انا مش عارف انا لو كأهلي لو لعبت السنه الجايه هروح هلاعب البط الكيني والوز السنغالي. هلاعب مين؟ فين الفرق؟ هتقول لي ما انت قبل كده خدت الكونفدراليه وفرحت. فرحت. وانت لو فاكر والناس اللي بتفهم هتقول لك ان الكونفدراليه زمان كانت اقوى من الكونفدراليه دلوقتي. ليه؟ مع ان انا ممكن اشارك السنه الجايه في الكونفدراليه بقول لك بطوله تعبانه. هقول لك ليه البطوله زمان كانت الاقوى من دلوقتي. ان الكونفدراليه زمان كان اللي بيخرج من دور المجموعات في دوري الابطال بينزل يلعب كونفدراليه. دلوقتي مبقاش فيه الكلام ده. يعني انا دلوقتي بلعب في دوري الابطال. الاهلي لما خد البطوله 2014 خدها ازاي؟ كان بيلعب في دوري الابطال، خرج من دور المجموعات، نزل على الكونفدراليه، كسب الكونفدراليه. فانت كنت بتلاقي 90% من اللي بيكسب الكونفدراليه زمان لحد قبل من 5-6 سنين كده، اللي بيكسب الكونفدراليه كان بيبقى جاي اصلا من دوري الابطال، اللي هو خارج من دور المجموعات من دوري الابطال بينزل يكسب الكونفدراليه. فكده البطوله بتبقى قويه نوعا ما، برضه مش زي دوري الابطال بس هي نوعا ما كانت بتبقى اقوى من كده. كان دلوقتي زي ما بقول لك ايه، فين الفرق دي؟ ايه الفرق اللي في الكونفدراليه دي؟ الزمالك خسر 1-0. الناس كلها دايره على الفيس بتقول لك ايه؟ بتقول لك الزمالك هياكل فرقه اتحاد العاصمه هنا 3-4 وهيعمل وهيسوي. انا وجهه نظري غير كده. ممكن الزمالك يكسب بس مش بالسهوله الناس فاكراها، مع ان اتحاد العاصمه تعبان. طب ليه؟ هقول لك ليه. الزمالك لعبه من غير ضغط. لعب الزمالك من غير ضغط. يعني اقول لك على حاجه، الزمالك لو مثلا متعادل 1-1 هينزل هنا نوعا ما مش مضغوط. لكن الزمالك لما يلعب تحت ضغط ان هو خسران بره 1 فعايز ينزل هنا يحط جون في الاول على الاقل عشان يبقى النتيجه تعادل ويبدا يلعب. ده ضغط على لعيبه الزمالك. لعيبه الزمالك ما بيعرفش تلعب، والنادي الزمالك عموما ما بيعرفش يلعب في الاجواء دي. اسمع مني، طول ما في ضغط عليهم ما بيعرفوش يلعبوا في الاجواء دي. اتفرج عليهم في الماتشات اللي زي كده، اتفرج عليهم في اي ماتش فيه ضغط. مثلا ماتش انبي اللي اتعادلوا فيه، اللعيبه كانت نازله مضغوطه وي هوب نزلوا اتعادلوا مع انبي. واللي اتفرج على ماتش الزمالك وانبي
لقيت الزمالك ما كانتش عارفه تعمل تمريرتين على بعض من دوت من ايه، مش مثلا هم لعيبه، هم كده كده لعيبه ضعيفه، بس مش ده السبب. السبب ان هم مضغوطين في ضغط. بيقول لك كمان 46,000. والله جمهور الزمالك ده بيعمل ضغط على فريقه. اسمع مني، سبب بقى من الجو اللي داير والزمالك بجمهوره، والسنه دي كل اللي بيتحقق ده بسبب الجمهور. الجمهور يا راجل، وكلهن عفيفي زي ما بيقولوا. احمد عفيفي اللي هم كلامه سمعا وطاعه طلع قال لك بوجه الكلام لجمهور الزمالك: الاغاني الحلوه ملهاش لازمه. زي مين ما قال، زي ابراهيم عادل لما قال الجمهور الفكاهي اللي هو ايه يا باشا، سمعنا يا عم الحدوته، هو متطرقع 1-0 ولا خسران. مفيش العقليه بتاعتهم اللي هو باشا انا ابقى شكلي حلو وبتاع. اكتر من كده مش عايز. لكن انا احمس لعيبتي، اضغط على الفريق المنافس بتاع، مفيش، ما عندهمش هم الكلام دوت. مش هقول لك زينا لان احنا مش ما بنتقارنش بحد، عمري ما اقولها، وبتضايق قوي الناس بتقولها اصل بينزل لك مقارنه بين جمهور الزمالك والجمهور الاهلي. ما ينفعش اساسا، ما ينفع والله العظيم، ما ينفع تحط الاثنين في مقارنه مع بعض، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك ما ينفعش. انت وجه المقارنه اصلا، فانت كده بتظلم جمهور الاهلي، بتظلم جمهور الاهلي، لان الجمهور الاهلي ما بيتحطش في مقارنه سواء بره مصر او جوه مصر. خدها مني والله ما ينفع. انا بتضايق اول ما اشوف مثلا بوستات على الفيس الفتره اللي فاتت، ده الناس ده عشان الانتي ميديا بيقولوا ما تصورش ويقفل الكاميرا، دول بيندهوا يا نينا يا نينا تعالى صورنا هنغني الحدوته. شفت الفيديو دوت؟ ولا الناس تقول يا نينا تعالى صورنا هنغني الحدوته وسمعنا يا عم، هو بيصور. مفيش مقارنه اصلا. دول جمهور، عارف انت، يا حلوه شوفيني ويا كاميرا صوريني. هو جمهور الزمالك كده، يا كاميرا حلوه شوفيني ويا كاميرا صوريني. انا يا باشا شايف اني عامل ايه وشكلي حلو والسنارات وبتاع، ماشي، ماذا بعد؟ زيرو افكت، ما فيش اي تاثير. اسمع مني والله ما في اي تاثير. وبيراميدز، فانا بقول لك قبل ما نخش البيراميدز بس، انا توقعي ماشي هيبقى صعب على الزمالك، وتوقعي 60-40. 60 لايه؟ لان الزمالك مش هياخد الكونفدراليه، او 70-30 كمان. ونتقابل بعد الماتش، قول لي توقعه في الكومنتات برضو. بيراميدز تكسب الكاس من زد، تاني سنه زد بتوصل النهائي، نهائي كاس وبتخسر. متخيل بقوله لك؟ يعني سنتين النهائي ما بين بيراميدز وزد والاهلي ملوش وجود. يا نهار اسود يا جدعان، يا نهار اسود يا جدعان. انا مش فارق معايا الاثنين، فارق معايا يعني اتضايقت شويه عشان محمد شوقي، لكن اللي يكسب ادام انا مش مشارك عادي، اللي يكسب. ما عنديش انا حته اللي هو انا اشجع ده، عشان ما عنديش الحته ديت. اكيد ابقى متعاطف مع اي نادي ضد الزمالك وبيراميدز، اي نادي ضد الزمالك وبيراميدز انا هبقى متعاطف معاه، بس مش اللي هو ابقى مشجعه بقى ولا لا يا باشا انا متعاطف معاه واحفل عليه، لو احفل عليك لو كسبك فبيراميدز كسب الكاس. وطلع المدرب بتاع يوريشيتش بيقول لك ايه، امبوسيبل في 5 بطولات في سنتين. بيقول لك مستحيل انه ياخد 5 بطولات في سنتين، محدش بيعملها. هقول ايه؟ فوق يا جدعان، لان الاهلي مهما كان وحش ومهما كان واقع، الاهلي قمته بتلعب الكل. اسالوا واعرفوا مين الاهلي. انتوا مش عارفين، كلام لاي حد عموما. وقعت سنه، مش حوار احنا بنهاجم علشان مصلحه فريقي، لكن مش حوار يا باشا انا وقعت سنه خلاص. بنهاجم علشان اللي جاي، عشان نبني للسنه الجايه، عشان ما تتكررش السنه ديت السنه اللي جايه تاني او اللي بعدها. يعني كل 6-7 سنين بقى سنه، بعد سنه ايه اللي بيحصل؟ وقعت 2019 وخسرت، خسران 5-0. رجعنا، كان في استاد برج العربي ماتش انا مش هنساه، انا كنت هناك. الجمهور كان بايت في الشارع علشان يجيب تذاكر، وراحوا سندنا نادي واترفع المسج لقد ايقظتم غضب الشيطان. ايه اللي حصل بعدها؟ اكتسحت كل حاجه من 2020 ل 2024، 4-5 سنين يا باشا انا مكتسح كل حاجه، دوري وافريقيا وكاس وكل حاجه. الكاس اللي بيتخسر 10 لان كمان سنتين ما شاركتش فيه. فالاهلي وقعته اللي بعدها بيبقى سواد على الكل، والايام بينا. وهانت الدوري لسه في الملعب، سن الدوري هبقى عامل لكم حلقه عن موضوع الدوري ده، بس الدوري لسه في الملعب. يعني انا دلوقتي طالع من الموسم ببطوله السوبر وكلكم وبيراميدز طالع بالكاس، وانت زمان لحد دلوقتي صفر بطولات. الله اعلم هتاخد الكونفدراليه والدوري ولا لا. طول ما لسه في امل، انا كاهلاوي ما فقدتش الامل، وخليها على الله. اشوفكم في حلقه جديده.